قضية النهاردة شغلت وهزت الرأي العام المصري. سنة 2016 قضية صباح كانت قضية رأي عام، لأنها قتلت عيلة كاملة بدم بارد وبدون ما يتهز لها جافي. وهنكتشف من خلال أحداث القصة إن اللي وصلتها لحبل المشنقة هي بنتها. أنا إبراهيم جلال وده مسرح الجريمة. في محافظة الغربية وبالتحديد في مركز بسيون، عيلة بسيطة مكونة من أب وأم وثلاث أولاد عندهم شوية أملاك. بتاخد العيلة دي قرار مصيري في حياتها، إن هي تجوز ابنهم الكبير جمعة، وبعد ما بيدوروا الجمعة على عروسة مناسبة بيجوزوه لواحدة اسمها صباح بدير، وبعد فترة بيخلفوا بنت. وكانت حياتهم هادية ومفيهاش أي مشاكل، بس اللي جمعة ما كانش يعرفه هو وعيلته إن صباح كان لها عشيق مرتبطة بيه بقالها أكتر من 4 سنين، وكانوا على علاقة ببعض. وكان صباح عندها مخطط شيطاني إن هي تخلص من جمعة وعيلته كلها عشان تورثه. وبعد مدة بتتفاجئ العيلة بموت ابنهم جمعة في ظروف غامضة جدا وبدون أي سابق إنذار. ولما بيجي دكتور الوحدة الصحية عشان يكشف على جثمان جمعة ما بيلاحظش أي حاجة غريبة على جثته، وإن موته طبيعية جدا، وإن مفيهاش أي شبهة جنائية. وفعلا بيطلع تصريح الدفن. وبعد شهور عدة صباح ما بتخلص بتعرض العيلة عليها إن هي تتجوز أخو جمعة الوسطاني اللي اسمه صبحي عشان يخلي باله منها ويربي عيال أخوه. وفعلا صباح وصبحي بيتجوزوا، وبعد مدة صغيرة معدتش ال4 شهور بتتفاجئ العيلة بإن ابنهم صبحي مات نفس موتة أخوه في ظروف غامضة جدا، نام ومقامش تاني. ولما بيجي نفس دكتور الوحدة الصحية يكشف على جثمان صبحي عشان يطلع تصريح الدفن ما بيلاحظش أي حاجة غريبة على جثمان صبحي، وإن موته طبيعية جدا ومفيهاش أي شبهة جنائية. وفعلا بيطلع تصريح الدفن لصبحي. وبحكم إن القرية دي أهلها ناس بسيطة ومعظمهم مش متعلمين، ربطوا إن موت الشابين دول ليه علاقة بالجن، لأن الأخين ماتوا في ظروف مشابهة وبدون أي سابق إنذار. ومن بساطة عيلة جمعة وصبحي ربطوا إن اللي بيحصل ده ليه علاقة إن في آثار تحت البيت، وإن في محاولات لاستخراج الآثار دي بسبب أعمال الحفر اللي بتحصل حوالين البيت من أعمال بناء وزراعة، وإن اللي بيحصل ده بسبب الجن اللي على الآثار دي هو اللي قتل أفراد العيلة. بعد 6 شهور تقريبا من موت الأخين صبحي وجمعة بتتفاجئ العيلة والقرية كلها بموت أمهم اللي هي حماد صباح. ولما بتيجي دكتورة الوحدة الصحية عشان تكشف عليها ما بتلاحظش أي حاجة غريبة على جثمانها، وإن موتها طبيعي جدا. ولما سألت الدكتور ابنها الوحيد والأخير في العيلة دي والصغير اللي اسمه رمضان إن والدته كانت بتعاني من أي مرض أو بتاخد أي علاجات، بينفي رمضان إن والدته كانت مريضة أو بتاخد أي علاج لأي مرض، وإن يوم الوفاة بالتحديد كانت كويسة جدا ومكانتش بتشتكي من أي حاجة. وده بيخلي الدكتورة ما بتديش أي أهمية للموضوع وبتطلع تصريح الدفن، لأنه في الحقيقة ما كانش في أي حاجة باينة عن الجثة إن في شبهة جنائية. وطبعا بعد موت الأخين والأم الدنيا بتروق لصباح وعشيقها عشان يتقابلوا، ويتقابلوا صباح وعشيقها كل يوم تقريبا. وكانت صباح بتقول للناس إن هو ابن خالها عشان تبرر الزيارات المتكررة اللي كانت من عشيق صباح. وفي يوم نشوى مرات رمضان أخو جمعة الصغير آخر شاب اتبقى في العيلة دي بتشوف عشيق صباح وهو طلع لها في وقت متأخر. ولما بتعرف صباح بتقرر إن هي هتقتلها، وبتعمل تعديل بسيط في خطتها إن هي تموتها قبل جوزها. وتاني يوم ورمضان وهو في أرضه اللي كانت قريبة من البيت جدا بيجي على صوت ابنه اللي لسه مولود وهو بيعيط وبيصرخ، وبيستنتج رمضان إن اللي فيه ده بسبب إن أمه مش جنبه، وبيدخل عليه البيت بسرعة. ولما بيدخل رمضان البيت بيتفاجئ إن مراته مرمية على الأرض، وبيتصل رمضان بالوحدة الصحية بسرعة عشان الدكتورة تيجي. ولما بتيجي الدكتورة وبتكشف على جثة نشوى مرات رمضان بتتأكد إن في شبهة جنائية، لأنها لاحظت احمرار جامد أوي حوالين رقبتها، وبتطلب إن هي يتكشف عليها من الطب الشرعي. وفعلا جثمان نشوى بيتعرض على الطب الشرعي وبيطلع تقرير وفاة اللي بيأكد إنها ماتت عن طريق الخنق، وبيلاقوا آثار قماش حوالين رقبتها. وخلال التحقيقات اللي كانت بتحصل في وفاة نشوى من اعترافات بنت صباح الصغيرة، وبتعترف بنت صباح إن هي كانت شاهدة على كل الجرائم اللي كانت بتحصل، واعترفت على أمها هي وواحد كمان
كانت مفهماها إن هو ابن خالها، بس في الحقيقة هو كان عاشقها، إن هي كانت بتسمعهم وهم بيخططوا إن هم يخلصوا على العيلة دي وتورث صباح كل ممتلكاتهم. وقالت الطفلة دي إن هي كانت بتسمع أمها هي وعاشقها وهم بيقولوا إن هم يتخلصوا من العيلة دي زي ما عملوها أول مرة. وهنا بنكتشف إن في ضحية تانية اللي هي مرات عم صباح، ودي ضحية تانية خالص من عيلة تانية خالص. ومن ذكاء صباح الشيطاني إن هي استخدمت سم الزرنيخ، لأن السم ده بالذات ملهوش ولا ريحة ولا لون، وما بيبانش أي حاجة على الجثة من الفحص الظاهري ليها. وفعلا صباح قتلت جمعة وصبح وحماتها ومرات عمها بنفس الطريقة بسم الزرنيخ، بس المرة دي كان قدرها إن هي تكتشف وإن خطتها ما تكملش، لأن الجرعة اللي عطتها لمرات جمعة اللي هي نشوة ما كانتش كافية إنها تموتها. ولما لقيتها صباح ما ماتتش من جرعة السم اللي عطتها لها، قلعت الأشرب بتاعها ولفته حوالين رقبتها وقعدت تخنق فيها لحد ما خلصت عليها خالص. بس كان قدرها إن هي تكتشف، وبسبب الغلطة دي اكتشفت الدكتورة الأحمر اللي كان حوالين رقبة نشوة، وهو السبب في كشف صباح. وبعد اعترافات الطفلة الصغيرة بنت صباح وإن هي ما كانتش تقدر تتكلم قبل كده لأنها كانت بتخاف من أمها وكانت بتمسكها تضربها وكانت بتهددها إن هي هتقتلها زيهم لو فتحت بقها أو قالت على أي حاجة، بتطلع رجال الأمن الجثث اللي الطفلة دي قالت عليهم وبيخضعوا لفحص الطب الشرعي. وفعلا بيأكد الطب الشرعي كلام الطفلة الصغيرة وإن هم كلهم ماتوا بسم الزرنيخ. وخلال التحقيقات بتكتشف رجال الشرطة إن التخطيط ده مش تخطيط صباح وعشقها لوحدهم، دي كانت أمها كمان مشاركة معاهم في المجزرة اللي حصلت، وكان كل ده من تخطيطها. وفعلا بيتم القبض عليهم كلهم، بس لعدم كفاية الأدلة ضد عشيق صباح وأمها ما بيتمش الحكم عليهم بالإعدام، بس صباح بتاخد حكم الإعدام. الأم والسفاحة اللي قتلت عيلة كاملة من غير ما يتهزلها جفن. السلام عليكم.